احسبها في خلال 15 يوم، فاضطريت ان يمشي عندي 10 لعيبه مشوا من القوام الرئيسي للفريق، 3 لعيبه بانتقالات مكي للزمالك، محمود علاء الدين، عمر سعد لسموحه، و7 لعيبه استغنينا عنهم. اديت لعيبتي راحه 15 يوم، جمعتهم في خلال اسبوع 10 ايام، ما لحقتش العب مباريات وديه. نص اللعيبه اللي انا اتعاقدت معاها لم يتم اشراكها في هذه المباراه. انا كان معايا 18 لاعب بس، هي دي كل قائمه حرس الحدود، 18 لاعب فقط لا غير، اللي هم كانوا في القائمه النهارده لعيبه لسه صغيره. معايا اللعيبه اللي موجوده كلها صغيره في السن، مواليد 95 و97، لعيبه لسه حتى ما اندمجتش دخلت في الفريق. نظمتهم كويس، وانا ما اقدرش العب فرقه زي الزمالك جاهزه فنيا وبدنيا وما ريحتش اي وقت من الاوقات، فعشان كده هي كان في كامل جاهزيتها. انا لو فريق في كامل جاهزيتي كنا كمان الشكل اتغير النهارده. رغم ذلك انا لعبت كفاح كبير جدا، وصلنا لمرمى الزمالك في وقت لو كنا تقدمنا فيه ما كناش هنرجع، فانا فخور بيهم. قدوا مباراه كبيره جدا، لعيبه مواليد 95 و97 ولسه اول مباراه يعني لعبوا مباراه واحده بس ضد الوحده السعوديه، مباراه وديه، وبعدين لعبنا مباراه رسميه مع الزمالك. كل ده مش في الكوره في العالم، يعني ده مش في الكوره في العالم كله، ان انا ناس تبقى مرتاحه وناس مش قادره تكمل قائمتها وناس لسه ما اشتغلتش مع بعضها، ما وقفتش على بدنيتها. انا في كور اللي جت فيها اهداف جايه من التعب، لعيبتي تعبانه مش قادره يعني تكمل بمجهودها. وانا في الموقف المفروض بغير 3 لعيبه بس، اللعيبه اجهدت، قدمت مباراه كنا نامل ان احنا نخطف هدف ونحافظ عليه او نوصل لضربات الجزاء، انما هي دي كره القدم. انا سعيد جدا وفخور باللعيبه، وعندنا شغل كبير جدا جدا. اتحاد الكره ظلمنا كسيستم، مش في العالم كله ان احنا نلعب الكاس بعد الدوري بلعيبه جديده، اللعيبه لسه حتى بطاقه الدوليه ما جاتش. عندي موسى ايدان، محمد فاروق بنزيما، عندي محمد الغنوتي، عندي مجموعه كتيره لسه متعاقد معاه ولسه ما دخلتش معايا تشتغل حتى في الشغل. فانا سعيد باللي تم، بغض النظر عن النتيجه. اللعيبه ادت في حدود امكانياتها البدنيه، انما هم فنيا اعلى من كده بكتير، وان شاء الله باذن الله حرس الحدود في الموسم اللي جاي هيقدم مردود افضل من الموسم السابق. شكرا.